السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض اول فيديو من فيديوهات رمضان. هنعمل الراجل بتاع العرقسوس. هنعمله ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة، وفكرتها كلها من البيت تقريبا. مش هتكلفك حاجة وهتفرحي بيها اولادك، ويا رب الفكرة تعجبكم ان شاء الله. نبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب انا هحتاج ايه بقى عشان اقدر اعمل بتاع العرقسوس؟ اول حاجة معايا العروسة، دي الاساس معايا. وطبعا الهدوم اللي هنبدأ نلبسها لها، انا محتاجة ان انا البسها بنطلون وقميص. فالبنطلون اي قماشة سودا عندك اهي هنقصها وهنعمل لها بنطلون. ومحتاجة قميص يبقى لونه ابيض، اي قماشة بيضة برضو هنلبسها لها. ومحتاجة معايا قماشة خضرة علشان هنعملها لها من الجنب، والزي الاحمر ده عشان هنزين بيه. وبالنسبة للقعدة اللي هتقف عليها انا محتاجة اي كرتونة عشان نوقفها عليها، وهنغلفها بقماش الخيامية، سواء كان القماش العادي دوت شغال معايا او المشمع دوت برضو هيبقى كويس معايا. وهنحتاج كمان ورق الفويل دوت عشان هنغلف بيه. ومحتاجة الجزمة بتاعت العروسة، احنا مش هنرميها، هنستفاد بيها، هناخد الجزء بتاع النعل اللي تحت ده عشان نعمل الشبشب. ومحتاجة كمان ازازة بلاستيك علشان هنحولها للشكل ده، وهوريكم في الفيديو احنا عملناها كده ازاي. نبدأ بقى نشتغل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي هجيب حتة القماش السودا اهي، وهتنيها 2 علشان اقدر اعمل البنطلون بالشكل ده سوا واحد. وهبدأ اجيب المقص من هنا كده، وهاخد حوادية كده عشان نعمل فتحة الرجلين بتوع البنطلون. نقيس مثلا كده، ده الجزء اللي انا هسيبه من هنا كده. وهبدأ بعد ما قصيت كده الفها كده واخدها بميلة كده اهو على بره. انا كده القماشه اهي بعد ما قصيتها، كل اللي انا هعمله بقى ان انا هبدأ اقفلها. هاخدها كده عشان اقفل الرجلين، ومن الناحية التانية بنفس الشكل. ممكن اعملها بشمع عادي، ممكن اعملها بخيط، مفيش مشكلة. بس اخليها على الظهر علشان متبقاش الخياطة باينة. هروح البسها للعروسة ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي انا هبدأ اعمل الجزء اللي فوق اللي هو القميص. انا معايا حتة بيضة اهي مستطيلة. كل اللي هعمله ان انا هتنيها 2 كده بالشكل ده، وابدأ اتنيها 2 تاني، يعني اعملها على 4 كده. وهاجي من هنا كده واقوم قصة الجزء ده. ابدأ اقص كده الجزء ده بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده كده. هبدأ اقص كده من هنا كده بالشكل ده. وهاجي هنا كده الجزء ده هشيلها خالص دي كده. كده انا ده شكلها بعد ما اتقصت. وهنبدأ بقى نلزقها بالشمع. ممكن انتي لو عايزة تخيطيها عادي خيطيها، بس انا هعملها اسهل بالشمع. تلزقهم على بعض كده. دلوقتي خلاص انا لبستها اهو القميص بتاعها، وطلع مظبوط عليها. انا الزيادات خدتها وضيقتها من الجناب. ودلوقتي يبقى فاضل لي الفرنشه. عايزه احط فرنشه هنا على الصدر وعلى الكمام من تحت. نبدا كده، نبدا من ورا هنا
ثبتها كده على القماشة نفسها عشان تديها منظر. كده انا هاجي عند الحتة اللي هنا دي بتاعت السبعة وهاتني كده تانية صغننة عشان لما اجي اكمل ميبقاش في مشكلة، يعمل لها زي نفس رسمة السبعة، وثبتها كده بنقطة شمع. انا كده خلاص خلصت الفرنشه بتاعتها وحطيت كمان اللي على الايد، ركبت لها حته هنا وحته هنا واللي على الصدر دي. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا كل اللي محتاجاه حته قماشه لون تاني غير الالوان اللي عليها. انا اخترت الاخضر ده لقيته حلو ماشي. انا محتاجه فيها يبقى فيها شكل المثلث ده، علشان دي هتتحط على جنبها كده بالشكل ده كده، وهتتربط كده، واحنا هنلزقها بالشمع برضو بنفس الشكل ده كده، وهبدأ الزقها اهي هتبقى كده. نلزقها ونشوف هنعمل ايه تاني. انا كده خلاص ركبتها اهي ولزقتها. دلوقتي هحط هحط الفرنشه دي، اي نوع فرنشه عندك، حته ستان زي ديت، اي حاجه عايزين بس نزين بيها، وهنربطها كده هنا، وهلزقها بحته شمع عشان ما تفكش بالشكل ده، والزياده دي هنقصها. هعملها ونرجع نشوف هنعمل ايه. كده انا خلاص ركبت الشريطه الحمراء اهي. انا كده فاضل لي عايزين نعمل لها سليبر في رجليها، هنوقفها عليه. انا جبت حتتين كرتون وقطعتهم كده، خدتهم على مقاس رجليها، وجبت اي استرس عندك قديم بتاع توكة او بتاع اي حاجة، هنعمله بس هنزين بيه كده علشان يبقى الوش. هنبدأ نلزقه كده. انا خلاص ركبت النعل اهو، لزقته في الرجل ماشي، وقطعت الاسترس اهو. انا عايزاه حتة عريضة شوية علشان تداري الرجل، وهنلزقه بالشكل ده. على فكرة انت ممكن تستعملي الشوز بتاعتها اللي هي بتبقى جاية مع العروسة، بس انا حسيتها بصراحة مش هتبقى حلوة، لان احنا عايزين نرجع للمنظر القديم بتاع زمان اللي هو بتاع الراجل بتاع الرقصوص، وما كانش بيلبس جزمة زي دي. فانا حبيت المنظر ده احسن، بس اللي يريحك يعني تقدري تعمليها كده وتقدري تعمليها كده. فاحنا دلوقتي هنجيب دي كده ونلزقها بالشكل ده. هبدأ الزقها، اعمل واحدة واحدة كده. انا خلاص لزقت الجزء اللي فوق اهو بالنعل، وبقى شكله جميل اهو. هبدأ دلوقتي اعمل انا دلوقتي فاضل لي الراس بتاعه العروسه. انا هبدأ اشيل الشعر ده كله منها، انا مش محتاجاه في حاجه. اقصقصه كده وهبدأ اجيب اي حته سودا قماشه بالشكل ده، وابدأ افتلها عشان اعمله زي الشعر بالظبط، عشان هنلزقه على راس العروسه. يا ريت الحته دي تبقى صوف كده علشان يبقى باينه كأنها شعر. وابدأ اثبتها على راسها بالشكل ده كده اهو. انا كده خلاص لزقت كل القماشه السودا اهي، وانا جبت قلم وقمت متقله على الحواجب، وعملت له سوالف من هنا من الجنب، وعملت له شنب ماشي. دلوقتي احنا هنعمل انا جبت هنا كرتونه
لفتها. كل الموضوع ان انا قطعتها اسطوانة كده وقمت لفاها علشان انا عايزة اعمل طربوش بالشكل ده. وجبت حتة دايرة وهقوم لازقاها من فوق كده. احنا كده كده هنغلفه تاني، يعني هحط له قماش من فوق، بس ده الاساس الاولاني اللي عندي يبقى بالشكل ده. ابدأ الزق الدايرة دي كده. انا كده لزقتها خلاص، ثبتها. هبدأ بقى اغلفها. احنا هنخليه احمر. وعلى فكرة مقاس الطربوش دوت بيبقى على حسب مقاس العروسة، يعني انتي ما ترتبطيش باللي انا عاملاه، حسب مقاس العروسة اللي عندك بتاخدي عليها الكرتونة، بتاخديها على الراس كده وتشوفيها ايه المناسب معاها. احنا نبدأ نغلفها بقى. ناخدها كده من الحرف. والجزء اللي فوق ده برضو هبدأ اثبته، بس علشان ما يكلكعش معايا انا هبدأ اعمله فتحات كده. انا كده خلاص قفلت الطربوش اهو. انا عملت حتة دايرة زي الكرتونة بالظبط، زي ما قفلنا الكرتونة، وهبدأ اقفله كده. دلوقتي خلاص انا ركبت الطربوش وكده، العروسة بقت جاهزة معايا. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هعمل الابريق اللي بيبقى شايله بتاع العرقسوس، اللي بيبقى جواه العرقسوس. ده عملناه ازاي؟ ده من ازازة بلاستيك، اي ازازة صغيرة من اللي بيبقى فيها الحاجة الساقعة. انا قصيتها، اخدت الجزء اللي هو الطويل ده من هنا، من الحتة دي كلها، وقصيت الحتة اللي تحت، واللي في النص ده انا رميته. وجيت من عند البق هنا وقمت مقصرة حتة صغيرة عشان بس الزور هنا طويل، وبقت بالشكل ده اهو. ده الجزء اللي هنا اهو، ده الحتة اللي انا قطعتها اهو، وقمت ملبسة فيه الجزء اللي هو تحت ده، وهندخله كده اهو. ركبتها بالشكل ده. ودلوقتي بقى البوز اللي انا عملته فيها ده عملته بالورق. انا جبت ورقة اهي وهبدأ الف فيها كده. بس انا طبعا عاملاه صغنن عشان انا حجم الازازة اللي معايا صغيرة، ما ينفعش اعمله كبير. طبعا لو هتعمليه انت بنفس الحجم اللي انا عاملاه هتصغري الورقة شوية، لكن بتتلف بنفس الطريقة دي. يعني انا بوريكي الفكرة، والمقاس ده على حسب الازازة اللي معاكي. انا بقى ممكن ادهنها بايه؟ انا هغلفها اصلا بورق الفويل. انتي ممكن لو عندك اي دهان لونه فضي او السبراي الفضي هيمشي حلو قوي معاها، بس طبعا انا يعني بستسهل اللي موجود عندي، هو بيبقى افضل. انا هجيب حتة من ورق الفويل كده، اخد مقاسها الاول. انا كده خلاص خلصت الابريق، غلفته كله بالفويل وركبته الجزء التاني بتاعه اهو، وقمت مثبتاه بالشمع. دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هجيب ستانة تاني من اللي احنا كنا حاطينها هنا على الهدوم، وهنبدأ نلفها، اللي هو بيبقى شايلها كده، لان هو لما بيشيل كده ده يبقى حاطط المفروض حتة كده متعلقة في رقبته. وطبعا الشريطة دي مش هتبقى محملة في الابريق كده، مش هيبقى شايلها، فانا لازم اثبت الابريق ده الاول في الايد هنا، وبعد كده الف عليها الشريطة الستين. فانا هثبتها علشان بس الوقت بتاع الفيديو، ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. انا دلوقتي هعمل الحامل اللي بيشيل الكوبايات. طب انا هعمله ازاي؟ انا هجيب سلك، سلك عادي بس بيبقى بيتني، يعني يبقى سهل ان انا اتنيه او افرده كده معايا، وهعمل منه دايرة. هعمل دايرة على مقاس الابريق بالشكل ده كده، وهبدأ ايه اربطها. والزيادة دي هقطعها عادي،
باي زراديه هيتقطع معايا عادي. والكوبايات هنا انا ربطت عليها حته صغيره من الحديده وسبت لها طرف بس علشان اقدر اربطه فيها بالشكل اللي انا عاملاه ده كده. ادي الدايره اهي وربطت فيها ده زي ما انا هربطه كده. هبدا اركبها كده، احطها جنبهم، يا دوبك ان انا بتني الطرف اللي انا سايباه ده اهو، بتنيه عليها كده. بالشكل ده خلاص هي كده جهزت معايا. انا هعمل ايه بقى؟ هبدا الف على الدايره دي بخيط، عندي خيط صوف. انتي لو ما عندكيش الخيط ده ممكن اي حاجه اي حاجه بس تلف عشان تداري الحديد دوت. هثبت اول حاجه معايا بحته شمع كده، خلاص ده كده الشكل بعد ما لفيت عليه الخيط هيبقى بالشكل ده وهيركب هنا كده. ومسافه ان احنا نحطه بس كده خلاص هو ركب. دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا عايزه اركب له الصاجات اللي بتبقى في ايده، فدول بتوع الليدو، بتاع لعبه الليدو. بعد ما ثبتها في ايده دلوقتي انا فاضل لي ايه؟ فاضل لي الحامل اللي هوقف عليه بتاع العرقسوس. انا جبت كرتونه، اي كرتونه عندك قديمه ممكن بتاع بسكوت او اي حاجه، وجبت القماش بتاع الخياميه ده مشمع بقى، قماش اي حاجه مش مهم، وهنلزقها ونغلفها بيه. ده خلاص شكل العلبه بعد ما غلفناها. انا دلوقتي هزينها بالفرنشه. الفرنشه دي همشي عليها داير ما يدور كل الجوانب بتاعتها، هعملها ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. وبكده ده يكون شكله النهائي بعد ما خلصناه وثبتناه. ويا رب تكون الفكرة عجبتكم، وان عجبتكم الفكرة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.